السلام عليكم الفنات الرشيقات، مرحبا بكم معايا في فيديو جديد. كنتمنى تكونوا كاملين بخير وعلى خير، ونهاركم ديال الصيام حتى هو يكون تيدوز زويون في حالكم وتكونوا ديما ناشطات. رمضان قرب يسالي ويجينا العيد. انا فرحانه بهذا العيد يمكن حيت نزلت في الوزن اولا ما عرفت زدت في الوزن حتى نعبر ونشوف، حيت بعض المرات كتجينا ديك الصدمه ديال كنبقاو دايرين الريجيم وكلشي هي هذيك وتجي تشوفي كتلقى راسك زاديتي في الوزن، تبقاي تقولي كيفاش. ولكن اللي عنده هذا المشكل تخلي لي في التعليق ونقول لكم اشنو هما الاسباب اللي كيخليو انكم تزادوا في الوزن واخا نتوما كتكونوا دايرين الريجيم. الفكره ديال الفطور اليوم الشوربه، واحد لاطه ديال الدجاج في الفران، الشوربه ديال البروكولي خديت هنا الزبده والزيت، غادي ندير عليهم البصله والبورو، البصله الطويله والثومه، كتشحرهم غير واحد شويه. انا كنت هنا شويه زربانه فما خليش داكشي يتشحر على راحته، هادشي علاش. نتوما خليو البصيله والثومه يتشحروا مزيان، كل ما تشحروا كل ما كتجي الشوربه بنينه اكثر، ولكن حتى هكا راه كتجي زوينه. غير ديما فاش كنحاولوا نشحروا البصله مزيان كتجي البنه ديالها حسن بزاف. بالنسبه للشوربه بغيتو طحنوها، ملي توجدوا تسالي بغيتو طحنوها. انا ما غاديش نطحنها، غادي تشوفوا ما غاديش نطحنها، غادي نخليها بحال هكاك. كتعجبني اكثر، كتعجبني ديك التغزغيزه ديال الخضره وديال البورو، كتعجبني حسن فاش يعني حسن من انني نطحن الشوربه نبقى نشرب فيها بحال هكاك. ما عرفتش كتجيني بحال راني مريضه وجالسه كنشرب في شي شوربه كنضحك. بعض المرات انا راه كنطحنها عادي، كتجيني عليها انني نطحنها مع الفرماج كتجي زوينه. زدت الملح، زدت البزار وشويه ديال الخرقوم، هذه هي العطريه اللي غادي تكون في الشوربه. زدت الخضره كامله وغادي نمرق. بالنسبه للتمراق كديروا الماء القياس ديالكم ديال شحال دايرين ديال الشوربه، وغادي ندوروها بكاس ديال الحليب فيه معلقه كبيره ديال مايزينا ديال الذره. بغيتي ديري الكريمه حتى هي مزيانه، غير انا الكريمه في الشوربات ما كنستعملهاش بزاف، حيت كتجيني الكريمه كتوضر الطعم ديال الشوربه، وخصوصا الا كان البروكولي بغيت نخلي الطعم ديالو اكثر هو ونحس بديك البنه ديالو. ما عرفتش الناس اللي كيقولوا ما كنحملوش البروكولي كيفاش كيديروا ليها. اهم حاجه ما تخليوش يطيب بزاف باش تخليو ديك التغزغيزه اللي قلت لكم في البروكولي زوينه. صافي هنايا كي قلت لكم كاس ديال الحليب فيه النشا وكدوروها كتجي واعره هائله، ضروري تجربوها وما تعقدوهاش بزاف. ما تديروش الخليط عاقد باش الا بغيتوها هكا تعاودوا تسخنوها وتشربوا منها، ما تضطروش انكم تزيدوا شويه ديال الماء. الشوربه ديالي وجدات. بالنسبه للطبق الرئيسي عطيتكم غير غنوريكم كيفاش داير، اما راه كلشي تعرف يدير الدجاج والخضره في الفران، هادشي اللي كاين في الفيديو اليوم.
والبنات اللي داخلين على رمضان وداخلين على واحد الهدف ديال انهم يخسروا بعض الكيلوات. واخا في العادي حنا خصنا نطيحوا غير 5 كيلو، ولكن كاين اللي كيطمح لكثر في الشهر، طامح لكثر ماشي مشكل، علاش لا نطمحوا بزاف باش نوصلوا. كنتمنى تكونوا فعلا طيحتوا دوك الكيلوات اللي نتوما باغين. واهم حاجه ما توقفوش، حيت الاستمراريه اهم من الريجيم. الا درتي ريجيم في رمضان وطيحتي ما تحاولي ما ترجعيش الماكله باش ما ترجعيش تغلاضي. كنتمنى الفيديو ديال اليوم يكون عجبكم، ونشوفكم فيديو اخر. باي باي.